البيبي ديالي ديروا بالصحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي العزاز، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد. نقدم لكم ان شاء الله وصفة ديال الدجاج البلدي في الرفيسة، طريقة سهلة وبسيطة. راه حنايا مقدمينه، ولكن ان شاء الله اليوم غنشاركوا معكم هذه الوصفة. نتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. بطبيعة الحال الرفيسة ما يمكن حتى شي واحد يستغنى عليها، وبالخصوص الا جاو الضياف اولا شي حاجه تيطلبوا لك ديك الاكلات، وبالخصوص الدجاج البلدي. عندنا المقادير هنايا: خرقوم، معلقه الخرقوم كبيره، ونص معلقه ديال البزار، جوج مربعات او ثلاثه ديال المكعبات ديال الزعفران الحر، وعندنا خوتي العزاز معلقه ديال السكنجبير، ومعلقه ديال المساخن، ومعلقه ديال القزبور حبوب مطحون. تنخلطوه بواحد الكاس ديال الماء، وتنفرغوا كذلك هذاك القزبور ومعدنوس اللي دقينا في المهراز مع شويه ديال الملحه، نخلطوا هاد الشرموله كلها مزيان مزيان. تنضيفوا عليها واحد المعلقه ديال الزبده اولا السمن صافي، وتنشرملوا هذا الخليط، نشرملوا به الدجاج ونخليوه يرتاح اولا يبات. من الاحسن الا بات من الاحسن، تيجي زوين وتيجي هشيش وطايب مزيان. بالخصوص الدجاج البلدي ما تيبغي تيكون قاصح شي شويه، تيبغي الطياب، تيشد الطياب. صافي اخوتي العزاز، من بعد ما تنشرملوه مزيان حتى يدخل ليه الشرموله في جميع الجوانب، نحاولوا ندخلوه مزيان بين الجلده وبين سميتو حتى زعما كاع البلايص نرقدوهم بهذا ونخليوه يبات يرقاد. ومن بعد تنطيبوه خوتي، تنخليوه حتى يتشحر مزيان، عاد تنضيفوا الزيت. عندنا قياس نص كاس ديال الزيت البلديه حسب القدر اللي عندكم ديال الدجاج اولا كاس. بغيتو تخلطوا خلطوا، ديروا نص نص، بغيتو ديروا الزيت البلديه ديروها صافي. وتنخليو الدجاج يطيب حتى يطيب على خاطرو مزيان. عندنا الدقيق وعندنا الخليط ديال العجين. عندنا القياس ديال كيلو اولا كيلو ونص ديال الدقيق الفورس، مع واحد الرابعه ديال سبيسيال. وتنضيفوا كذلك واحد شويه ديال الملح. تنعجنوا الخليط وتندوزو خوتي نكملوا الطياب ديالنا ديال الدجاج. تنضيفوا البصله من بعد ما تشحر. العدس عندنا منقي وشويه ديال الحلبه، قياس جوج معالق ديال الحلبه. غادي نغسلوهم مزيان ونضيفوهم ونديروهم يطيبوا بوحديتهم. عندنا هنايا دوك العناقه وداك القوانص ديال الدجاج، تنديروهم في طنجره بوحديتهم. تنضيفوا عليهم العطريه اللي ضفنا في الدجاج، تيطيبوا مزيان. تنشرملوهم بهذيك العطريه والبصله، وعاد نضيفوا العدس من بعد ما تيتشحروا مزيان حتى هما. عاد غادي نضيفوا ليهم العدس، غادي يطيبوا بوحديتهم مع هذيك الحلبه. من بعد اخوتي العزاز تنضيف واحد المعلقه كبيره ديال السمن لداك الدجاج، ونخليوه يغلي. نزيدو الروى الكافي صافي ونخليوه يطيب. تنضيف واحد جوج كركوبات ديال الثومه. من طبيعه الحال الا كانت الثومه حمراء حنا دقيناها في المهراز مع التشحيره ديال الدجاج، ولكن دابا ضفناها يبقاو كراكب صافي خوتي. من بعد ما تشحرات ديك البصله مع داك العنوقه وديك القنيصات، تنضيفوا ليهم العدس ونخليهم يطيبوا على خاطرهم باش نزيدوا الروى صافي. الرغايف ديالنا هي العجينه تعجنات، ومن بعد تنقرصوها كويرات وتنطيبوها وريقه وريقه كما تتشوفوا. فايت صايبنا معكم هذا الفيديو ديال الرفيسه مرارا، ولكن تنبغيو نجددوا دائما نفس الوصفه. ولكن بطبيعه الحال الا كان هكا سميتو تبغيو تبدلوا، ولكن ما كاين ما يتبدل. يعني الرفيسه هي الرفيسه، تتكون بطرق مختلفه. المهم من بعد ما تنقرصوا داك الرغايف ديالنا نديروا وحده فوق وحده وتنحاولوا نطيبوهم مزيان. ومن بعد الا كانوا شفتوهم ما طايبينش مزيان اولا شي حاجه، تقطعوهم وتتفوروهم، تتفوروا في الكسكاس صافي. اخوتي العزاز تنبقاو على هاد العجينه وهذا الطياب هذا حتى الاخر، حتى تكملوا الكميه اللي عندنا.
ملي نكملوا هاد التريد كله اللي عندنا خوتي العزاز، تنديروه في سميتو شي باصينه وتنبقاو نقطعوه طريفات صغار. صافي وحنا تنطيبوه حنايا نقلبو كما تتشوفوا حتى نساليو الكميه. وبالنسبه للمرق وداكشي هو طاب كلشي وجد، تنوجدو القصريه اللي غادي نفرغوا فيها اولا طبق ديال التقديم هو القصريه عندنا. تنخويو كميه ديال المرق لتحت باش يشرب لينا، حيت الرغيف تيشربوا اولا التريد تيشرب البلول مزيان. صافي وتنديروها عاد تنبقاو نستفوا التريد كله القياس اللي غادي نديرو اللي غادي نسقيو فيه. عاد غادي نضيفو عاوتاني الدجاج من الفوق ونضيفو المرق ونضيفو ديك العديسه وبيضات مسلوقين ونبينا عليه السلام. ونتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، ونتمنى المهم البنه راه كاينه نتوما موالين الخير واللي تيتوحم يسمح لينا. والله يحفظكم الله يرعاكم كاملين. نتمنى هذا الفيديو ينال الرضا ديالكم ويعجبكم وبصحتكم وتهلاو ليا في روسكم. تنصايب القصريه اولا طبق التقديم كما تتشوفوا خوتي العزاز. تنديروا فيه ديك الدجاج وتنديروا ديك العديسه وبيضات مسلوقين، بخصوص الا كان كلشي بلدي تيجي زوين وتيجي بنين.